نستمع إلى رأي أسماء الحسيني إذا معنا مباشرة من القاهرة عبر الأقمار الصناعية. استمعت قليلا، طبعا نرحب بك. أولا استمعنا قليلا إلى ما قاله محمد ناجي، وأنت تقولين في أحد مقالاتك أن بقاء النظام في السودان هو مسألة حياة أو موت بالنسبة طبعا للرئيس عمر البشير. هل تعتقدين أن ما ينتظر الصحفيين السودانيين هو مزيد من التكبيل والقمع والتعذيب في المستقبل القريب والبعيد؟ نعم، أهلا بك وبضيفك ومشاهديك. وضع الإعلام والصحافة في السودان للأسف يعاني أوضاع سيئة. وفقا لمنظمة مراسلين بلا حدود، السودان يحتل مرتبة متدنية جدا، هي المرتبة رقم 170 من عدد الدول التي ترصدها المنظمة 179 دولة. هذه المكانة التي تشير إليها المنظمة، في هناك العديد من المؤشرات التي تشير إليها في الأمر الواقع. في الواقع أنه الصحافة السودانية تتعرض لمزيد من القيود وأشكال ربما لم يعد تشهدها كثير من الدول الآن. يعني هناك المصادرات التي تتم للصحف، هناك صحف يتم إيقافها، هناك صحف الآن بادرت إلى توقيف نفسها لأنها لم تعد تستطيع أن تتحمل البقاء في ظل الدولة القابضة على الجمارك وعلى الضرائب وعلى الإعلانات التي تمنحها للصحف اللي فقط الموالية لها. هناك الآن عمليات شراء للصحف تمت من قبل أعضاء أو موالين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. هناك صحفيون ممنوعون من الكتابة، 17 كاتب ممنوعون من الكتابة، أبرزهم الأستاذ حيدر المكاشفي والدكتور زهير السراج وفايز السليك ورشا عوض وغيرهم من الصحفيين السودانيين. هناك صحفيين يتم القبض عليهم أثناء ممارسة المهنة، مثل أنور عوض الذي ألقي عليه القبض مؤخرا أثناء تغطيته للاحتجاجات، وأصيب في عموده الفقري وفي أذنه يعني عولج. وهناك أبا ذر الأمين الذي اعتقل وعذب. هناك صحفيين كثيرين تمت محاكمتهم بسبب آرائهم، مثل الأستاذ فيصل محمد صالح والأستاذ الدكتور عمر الجراي وغيرهم من الصحفيين. كانت حالات مشهودة. هناك ضغوط كثيرة تتم على الصحفيين الذين الآن أعداد كبيرة منهم وهم يعني الشباب وذوي الكفاءات يهاجرون من السودان. صحيح أنهم يذهبوا إلى صحف ووسائل إعلام في دول عربية وفي المهاجر ويسرون هذه الوسائل ويعبرون أيضا عن أزمة بلدهم بشكل أو بآخر، لكنهم يتركون البلد الآن وهو في مرحلة تاريخية مهمة. إذا أسماء الحسيني مباشرة عبر الأقمار الصناعية من القاهرة، أن سياسة النظام التعتيمية يعني المفروضة على السودان وخاصة السلطات هي الخصم والحكم في آن معا، فكيف يمكن الخروج إذا من سياسة التعتيم هذا في السودان عندما تكون الأوضاع على ما هي عليه؟ نعم، أجهزة الإعلام الحرية التي تتاح لها تجعل منها أجهزة إنذار مبكر للأزمات قبل أن تحدث لكي ينتبه لها المجتمع والسلطة، تجعل هناك وسيلة للتداول السلمي في القضايا. وفي غياب هذه الحرية تلجأ الشعوب إلى أساليب أخرى. وفي واقع الأمر فإن في السودان عندما أحكمت السلطة قبضتها على الصحف وعلى الأحزاب وعلى منظمات المجتمع المدني والنقابات، لجأ الناس إلى السلاح، وظهرت الحركات المسلحة في كل أنحاء البلاد من أقصى الشرق لأقصى الغرب، وأدت عدم قيام الإعلام بدوره إلى اشتعال الموقف في دارفور دون أن يكون هناك تحرك للداخل السوداني. وفي واقع الأمر غياب الإعلام لا يضر الشعوب وحدها، وإنما يضر أيضا حتى السلطات الحاكمة. فلو كان هناك إعلام حر ما وصلت قضية دارفور
إلى المحكمة الجنائية الدولية وما صدرت هذه الملاحقات حتى للحكام في السودان. أيضا الوضع في الجنوب ساء بسبب غياب دور فاعل للإعلام، وبسبب دور سلبي آخر أتاحته السلطات الحاكمة التي سمحت للصحف العنصرية أمثال صحيفة الانتباه التي يشرف عليها خال الرئيس البشير، والتي يتاح لها من الإعلانات والدعم المادي والمعنوي من الحكومة ما لا يتاح لأي صحيفة أخرى. هذه الصحيفة ظلت تحض على الكراهية بين الشعب السوداني وتصور الجنوبيين بأوصاف عنصرية وتصفهم بأوصاف عنصرية أدت إلى بث الكراهية وانفصال الجنوب. والآن هي تكره وترفض أيضا أن يكون هناك تعدد ثقافي أو ديني في المجتمع أو حسن جوار بين الشمال والجنوب. طبعا كان هناك المخرج، كان هناك احتجاجات واسعة، وكان هناك محاولات للصحفيين لإيجاد وسائل بديلة وأنشأوا الإعلام الإلكتروني. هناك أكثر من صحيفة إلكترونية نشأت، لكن حتى السلطات تعقبت هذه الصحف وتحجب مواقعها من الظهور في السودان، أمثال موقع سودانيز أونلاين وحريات والراكوبة سمحت ببعضها وتحجب البعض الآخر. لكن هناك أيضا مواقع التواصل الاجتماعي والسلاح الذي يصبح أكثر جاذبية لمن يفتقدون وسائل التعبير السلمي والتداول السلمي في القضايا. نعم. نشكرك أسماء الحسيني، كنت معنا إذن عبر الأقمار الصناعية من القاهرة.